ما كانش لازم ترقص. رجلك بتوجعك قوي. اللي بيألمني اكتر اللي خدوكي مني. مش قلتلك؟ كل واحد فينا حس بعذاب التاني. من غيرك كنت هعيش ابكي على كل لحظة تمر واخاف من كل لحظة تقرب مني. دلوقتي الزمن بقى لحظة واحدة حلوة، لحظة حلوة بنعيشها سوا. عارف انا ضربتك امبارح بالقلم ليه؟ لا مش عارف ليه. لما قابلتني كنت ايه؟ كنت بحلم باللي حصل دلوقتي. كنت عايشة على الأحلام وبغلط نفسي. كنت عبيطة. عارف لما رجعت البيت ما رضيتش انام. ليه؟ خفت احلم تاني. يا حبيبتي ما سمعتش الكلمة دي ابدا. وانا ما قلتهاش لحد قبلك. انت مش هترسم لوحات تانية؟ خايف ما يطلعوش زي صورتك. انت علمتني ما خافش. ايوه، وانا هعلمك ازاي ترسم وترسم لحد ما تثبت للدنيا كلها انك فنان كبير قد البحر. للدرجة دي؟ وقبل ما يخلص المصيف هتكون رسمت 10 صور. ياه، 10 صور مرة واحدة؟ صورة موافق. بحبك يا مينا، بحبك. قومي وصوتي عليا. تعرفي تصوتي عليا؟ نهار اسود، انت عملتي في نفسك حاجه؟ عارفه مين اللي كانت بترقص وياه؟ مين اللي كانت بتضحك وبتشرب واخر جو مين؟ ها، مين؟ أبلة مين؟ تعالي. دي مش أبلة. بصي كويس، دي أبلة صحيح. فكت البكل ولبست الباروكات والسواريهات ودارت على حل شعرها. احنا مش سايبينها نايمه في السرير. عملت زينا
بس هي سبقتنا ولطشت مني الواد. اختك حراميه. يعني هي كانت عارفه انك بتحبيه؟ الخاين، وهي السهتانه اللي صعبانه علينا. وطي صوتك يا هيام. مش خايفه. طب يلا تعالي نامي. مش يلا بقى. هفضحها، هقول جه يخطبني لهفته مني. هي عشان رقصت معاه؟ هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتعمل ايه؟ يا شيخه من زهقها، راحت الحفله متنكره، صدفت ورقصت مع واحد، اي واحد. خليها تعيش شويه، بكره تشوفي منها كتير. طيب يا هيام، مش قبل اللي تقولي عليها كده. بتدافع عنها؟ اصلك بارده زي لوح التلج، ما تعرفيش الحب يعني ايه. كفايه عليك يا اخت الرقص، خلي الرقص ينفعك. محمود، الأوتيل بيحضر لمعرض رسمي يوم 25. الأخبار دي عرفتيها منين؟ أنا اقترحت الفكرة دي على إدارة الأوتيل ووافقوا. واعمل حسابك هتاخد الجايزة الأولى. خلاص أمرك. وطبعا الأوتيل هيعزم نقاد وصحفيين وفنانين كبار، ولوحاتك كلها هتتباع والناس هيخطفوها خطف. إلا واحدة بس، محدش هيقدر يخطفها مني أبدا، ومش هيعون عليا أفرط فيها ولو ب1,000,000 جنيه. هكتب تحتيها محجوزة ليا بس. يا حبيبي يا محمود، تصبح على خير. هتوحشيني. وانت كمان. لو كان ده جرى الواحده مننا كانت عملت ايه؟ المهم دلوقتي هنتصرف ازاي؟ يلا يلا. انا هنزل مصر اقعد مع خالتي، مش هقدر اعيش معاها بعد كده، وهي كمان مش هتقدر ترفع عينها فيا. هي عارفه عملت ايه، لطشته مني ويا ريتها اتجوزته. احنا كنا بنتشرف بيها، كانت مضيقه علينا صحيح، بس كنا بنحبها ونحترمها. خلاص انا ما عدتش بحبها ولا احترمها. انا مش مصدقه، كل يوم باروكه شكل فستان شكل. طبعا مش فاضيالنا، مش هنعرف نتلم عليها بعد كده. كل واحده مننا تدور على مستقبلها. رد عليا، راحت فين؟ راحت فين يا هيام؟ مش عارفه. انت عارفه كويس ولازم تقولي لي راحت فين. فين؟
كنتش ببص لنفسي ولا باخد بالي ان حد بيبص لي، وفي لحظة عوضت كل الحرمان اللي شفته. لو كنت عرفت او كنت حتى ما كنتوش شفتوني ان انا غلطت. منى، ما تخليش الاوهام تدفعك لطريق محدش يعرف نهايته. وانت يا هيام، انا ما كنتش اعرف انك بتحبيه، لان الحب كان من طرف واحد. انت لسه صغيرة وقدامك مستقبل. ذاكري يا هيام وانجحي، ولما تكبري حبي واتجوزي. وانا اذا كنت من وجهة نظركم غلطت، فوعدكم ان اصلح غلطتي بطريقة انتوا تحبوها، عشان ترجعوا تحبوني زي الاول. انا ماليش حد في الدنيا غيركم. دي اخت منى وعيال حلوت قوي. نفس حاجة تانية. مين دي؟ حذر فز. مين صحيح؟ دي الدكتورة أمين. الله، وعامله في نفسها كده ليه؟ الحب يعمل أكتر من كده. حب؟ مستحيل. ليه؟ هي مش بنت؟ بنت ازاي؟ دي دكتوره. حلوة قوي دي.